هنا هو جبت الرز معايا اهو، ده بكوبايه الا ربع من الرز، واتغسل كويس. هغسله معاكم اهو، تعمليه كويس قوي وتغسليه كويس قوي، لان انا هعمل لكم رز بلبن خطير جدا بطريقه المحلات. يعني رز بلبن احلى رز بلبن في حياتكم، جربوه بصراحه جميل. يا ريت بقى يا حبايبي ما تنسونيش في الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، لايك وكومنت حلو منكم كده. لازم يا حبايبي الرز تسلقوه كويس قوي كده بايديكم، كوبايه الا ربع بس، او زي ما انت عايزه تزودي حسب الكميه اللي عندك او حسب عدد اسرتك، زي ما انت عايزه يعني. هغسليه معاكي اهو، تمام. هجيب كوبايه هنا كده ومعايا كوبايتين ميه بالظبط، واروح احطه على النار يعني يستوي على نار متوسطه، يستوي تشوفيه كده تلاقيه زي الميه كده كده، خلاص تمام. ونجهز الخليط التاني معاكم. على نار متوسطه اهي، تمام. ده بيحتاج رتل لبن زي ما انت عايزه، بقى بقاري جماسي زي ما انت عايزه، وكريم شانتيه ده خام او الموجود عندك، وفانيليا عشان تحط عليه، والنشا، وكوبايه لبن تانية، وسكر حسب رغبه زي ما انت عايزه بقى. بص هات هنا كده ده اهو، سيبيه بقى وضغطت عليه. نرجع لكم تاني بقى. تمام، الرز هو دخل معايا في مرحله السوا، خلاص استوى. نعم حاضر. بصوا يعني تدوقوا، يعني مش تدوقوا بقى، واحده كده على طرف المعلقه استوت معاكم خالص اهي. تهدوا النار عليه خالص، وتنزلوا برتل من الحليب اهو، ده رتل كامل من الحليب اهو، وتقلبهم علشان ما يكلكعش منكم. لازم تقلبوا كده عشان ايه ما يكلكعش منكم، وتقلبوا من تحت كويس عشان مفيش حاجه تكون لازقه في الارضيه اهو. اهو انا نزلت بيه كله اهو. نعم يا جماعه، حاجه سهله وخفيفه للسحور، للعشاء، مش حابه تتعشي او مش حابه تسحري وتتقلي على نفسك، يعني ايه طبق كده يسهل معاك الموضوع. نعم يا حبيبتي، تعالي. كمان هتنزلي بكوبايه الا ربع او نص كوبايه او كوبايه حسب الرغبه زي ما انت عايزه اهو، وتقلبيها كويس. هنا ترفع عليها النار، يعني تكون نار متوسطه كده، لا عاليه قوي ولا ايه ولا هي واطيه قوي. تسيبيه بقى على النار. نيجي هنا نحضر القوام بتاعه، اللي هو بقى هينزل عليه، اللي هو هيتقله ويخليه زي طريقة المحلات بالظبط. ايوه زي ما انا بقوله كده بالظبط. لو انت حباها زي طريقة المحلات جربي الوصفة دي وصدقيني مش هتندمي. سيبها بقى على نار عالية كده متوسطة
متوسطة. تعالي هنا كده. لازم اللبن يكون دسم كده وحلو. هنا اهوت داخل على مرحلة الغليان. ومعايا فانيليا، كيس من الفانيليا ده، او فانيليا ازاز، اي فانيليا انتوا بتستعملوها، مش شرط في كيس او ازاز. بصوا يا دوبك، بصوا رشه رشه اهي، رشه من الفانيليا عشان ايه؟ ما تاخدش الطعم كله بتاع الفانيليا. يدخل بقى على مرحله الغليان وهقول لكم انا عملت ايه. هنا الرز بلبن اهو غلى معايا، لازم يغلى معاكي، تطفي عليه وتسيبيه شويه على جنب. وهنا معاكي نص كوبايه لبن كامله، او كوبايه الا يعني. تمام. وهنا معلقتين كبار من الكريم شانتيه اهو، معلقتين ايه هرم كده. تقلبوهم كويس كلهم. حاولي تدوبي الاول كريم الشانتيه باللبن، ماشي. تقلبيه كويس عشان ما يتكتلش معاكي، تعمل منك تكتلات. تنزلي عليه بمعلقتين من نشا. دي نشا خام، نشا بودر خام. عندك بقى يعني عندك بودرة حليب ماشي، ما عندكيش مفيش مانع، مفيش اي مشكلة. اهم حاجة تدوبوهم كويس اوي كده. قلبيه كويس جدا جدا، قلبيه سريع كده. نعم حاضر. بنتي خلصت اكل وجايه تعرفني ان هي خلصت اكل، الحمد لله يعني. هنا اهو بعلق على الرز بلبن تاني. بصي بدأ يتقل معاكي ازاي. هنا اهو تنزلي الخليط وانت ايدك في اللبن، الخليط ده عشان ما يتكتلش معاكي، لان ده ساقع وده سخن، ده ساقع وده سخن اهو. حطيتي كوبايه ميه، كوبايه لبن، او كوبايه الا ربع لبن ساقع. اللبن كان ساقع، لازم ايدك في الرز بلبن قبل ما تنزلي بالخليط اللي انت خلطاه، اللي هو الكريم شانتيه واللبن والنشا. وتسيبي الكلام ده بقى على جنب 10 دقايق بس، يجمد معاكي، يشد معاكي، لازم يشد معاكي كده. هنا هو اتشد معاكي ماشي. قومي صباه بقى، تصبيه كده في الكاسات، كاساتك تكون جاهزة على الصب على طول. وفي بقى شوية زبيب ماشي على الوش، بس بعد ما يشد معاكي ويقعد ساعتين في التلاجة. بشر ماشي، زبيب ماشي، اللي انت حباه او اللي انت عايزاه حطيه، ما يضرش يعني، مش هيقولك لا، مفيش مانع. هوبا. وهنا خلاص خلصت صب الكاسات معاكم. نسيبه بقى يعني على الاقل مثلا نص ساعة يبرد، وندخله التلاجة يقعد ساعتين. وبالمناسبة نغطيهم لو انت عندك يعني ده استرتش، استرتش من ده، تحطيه عليه،
تحط تلفيه عليه كده من فوق ان هو يطلع مكشكش معاكي وزي طريقة المحلات بالظبط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.